السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات زهراء القلمية. اليوم حتقدم لكم محلبي سهل ماهل بمكونات بسيطة جدا. هنايا نحتاج نص لتر تاع حليب يكون بارد، 3 ملاعق تاع سكر، نحتاج كذلك 3 ملاعق تاع أرز مرحي يعني خاص بالمحلبي، ونحتاج كذلك 3 ملاعق تاع ماء زهر. يعني طريقة سهلة جدا، طريقة تقليدية تهب البنينات شهي ما شاء الله، وصفة رمضانية بامتياز. نحركهم مليح المكونات تاعي، نحطهم على النار حتى يغلي لي هذاك الخليط تاعي ويعقد لي. كما نعرفوا كامل تحضير هذا المحلبي يعني مكوناته سهلة البسيطة وطريقة تحضيره سهلة جدا. شوفوا هنا بعد ما عقد لي هذاك الخليط تاعي خليته يغلي مليح على نار قليلة. هنا جبت هذوك لي كوب تاعي اللي حنحضر فيهم. عندي كذلك مركز الماء الزهر اللي عطاني نكهة جد رائعة لهذا المحلبي تاعي، محلبي روعة يهب لي شهي ما شاء الله. ريحة رمضان راهي تقترب احباباتي العزاز، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير وترمضوا بالصحة والعافية يا رب. هنا بعد ما فرغت هذاك المحلبي تاعي في اليكوب وخليته برد، جبت هنايا البوشوار تاعي هذا يعني خاص بالرمضان، وزينت ليكوب تاعي هكا بالكاكاو. هنايا اللي حاب يزينوا بالقرفة اليكم الاختيار. نزينوه هكا مليح قلتلكم، وخليت المحلبي تاعي يبرد، لازم يكون بارد جدا لانه هاد الوصفه تقدم بارده. راهي معطره ومفحفحه بهذاك المزهر، ريحه المزهر راهي تهبل ما شاء الله. يعني وصفه في القمه، سريعه بسيطه جدا، تحليه رمضانيه ولا اروع. هذه التحلية اللي ما نستغناوش عليها في الشهر المبارك. ان شاء الله يكونوا حباباتي كامل على خير. نتمنى تعقبوا رمضان بالصحة والهنا، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى دايما مع لمسات ووصفات زهراء القلمية. ما عليكم الا دعمي على قناتي في اليوتيوب ومتابعتي على صفحتي الفيسبوك ليصلكم كل جديد من مطبخ زهراء القلمية. شوفوا المحلبي تاعي بعد ما جمد وبرد راهو يهب لي شهي ما شاء الله، ذوق ومذاق ولا اروع. أنا خلي حباباتي على خير، إلى الملتقى بإذن الله، سلام.